دايما تعبان ودايما جسمك همدان ودايما كسلان، حتى لو لسه صاحي من النوم بتبقى عايز تنام تاني، بتحس ان دماغك مش بتفصل، حتى وانت نايم دماغك شغالة وبتفكر. عشان كده خليني اقول لك ان اغلب مشاكل حياتك ومشاكل صحتك جاية بسبب انك خالفت سنة ربنا في الكون. انا ما عنديش مشكلة خالص انك تكره الروتين الحكومي، كلنا بنكرهه، لكن روتين الحياة نفسه لازم تحبه، لازم حياتك يبقى فيها روتين. الكون بتاعنا وناموس الكون كله ربنا جاعل فيه روتين. يعني عمرك جيت في يوم كده لقيت الشمس ما طلعتش؟ جيت في يوم لقيت الشمس ما غربتش؟ بتغرب وبتشرق في ميعاد ثابت. حتى الصلوات بتاعتك ربنا محدد لك مواعيد ليها ثابته. الصيام بتاعك كل سنه بتصوم شهر معروف. الزكاه في مواعيد ثابته. كل حاجه ربنا عامل لها روتين، وبكده بتستقيم امور الحياه. كل حاجه حواليك بتقول لك التزم بالروتين عشان خاطر حياتك تتظبط. طب انا ايه الروتين اللي عندي؟ ايه الروتين اللي لازم اظبط نفسي عليه؟ خليني اقول لك ان اهم روتين عندك حاجه اسمها الساعه البيولوجيه، او اللي بنسميها السيركاديان ريزم. بالبلدي كده عباره عن مستشعر داخلي جواك بيظبط كل العمليات الحيويه اللي بتحصل جواك على مدار ال 24 ساعه. تفاعلات الهدم والبناء بيتحكم فيها الساعه البيولوجيه بتاعتك. طب النظام ده او الساعه دي موجوده فين؟ موجوده في المخ بتاعك تحت غده اسمها الهايبوثالاموس. المؤثر الرئيسي عليها واللي بيأثر فيها جدا هو ضوء الشمس. الساعة البيولوجية دي بتتحكم في نومك، في صحيانك، بتتحكم في الهضم بتاعك، في حركة قولونك، بتتحكم في تركيزك، بتتحكم حتى في الحالة النفسية بتاعتك. كل حاجة حرفيا بتتحكم فيها الساعة البيولوجية بتاعتك. طب أنا يحصل إيه لو قررت أخالف الساعة البيولوجية دي؟ النظام اللي موجود في المخ، الروتين ده، لو قررت أخالفه إيه اللي يحصل؟ أول حاجة هيجيلك السكر وش. اوعى تسألني عن سكر دم مظبوط وانت ما بتنامش في مواعيد ثابته نوم كافي. احدى الدراسات في مجله دايابيتس كير تقول لنا ان الناس اللي بيناموا اقل من 6 ساعات بتزيد عندهم فرصه الاصابه بسكر النوع الثاني بمقدار 26%. دراسه ثانيه تقول لها 26% ايه؟ لا، دي النسبه بتوصل ل 48%. مش بس كده، ده حتى مواعيد النوم بتفرق. وجدوا في احدى الدراسات ان الناس اللي بيناموا قبل الساعة 12 كان عندهم سكر تراكمي أقل بنص درجة من الناس اللي بيناموا بعد الساعة 12، حتى لو هما الاتنين ناموا نفس عدد الساعات. خد بقى الكبيرة، تقول إحدى الدراسات إن كل نقص في ساعات النوم بمقدار ساعة بيقابله زيادة في مقاومة الأنسولين بمقدار 9%. مقاومة الأنسولين دي لو ما تعرفهاش أو ما سمعتش عنها، دي أم الكوارث الصحية، هي اللي بتجيب لك بقى الأمراض المزمنة، السكر والضغط وتصلب الشرايين ومشاكل القلب. كل الليلة دي بتيجي بعد كده من مقاومة الأنسولين، بدايتها مقاومة الأنسولين. لذلك دايما بننبه ونأكد عليها. تاني حاجة، لو مش بتنام كويس هرمون التستوستيرون بتاعك أو هرمون الذكورة بتاعك بينزل. ولو انت فاكر هرمون التستوستيرون يعني عبارة عن عملية جنسية أو عملية انتصاب، يبقى انت ما تعرفش حاجة عنه. ليه وظائف كتير جدا، شبابك وحيويتك وحرقك وطاقتك وروحتك وجيتك بيرتبط بهرمون التستوستيرون. خليني أقول لك إنهم عملوا دراسة في سنة 2018 على مجموعة من الذكور. خدوا المجموعة دول قللوا ساعات نومهم من 8 ساعات ل 4 ساعات لمدة أسبوع. كان في نقص في هرمون الذكورة بمقدار 15%. انت متخيل 15% في خلال أسبوع فقط؟ مش بس كده، ده ارتفع عندهم كمان هرمون الكورتيزول اللي بيرفع لك السكر، هرمون التوتر والقلق اللي بيرفع لك السكر، اللي بيعاكس أصلا عمل حتى هرمون التستوستيرون، بيخلي الاستقبال بتاعه على الخلايا ما يبقاش كويس، بيخزن لك دهون، بيخزن لك مية في جسمك، مشاكله كتير جدا. مش هتعرف تنام لو هرمون الكورتيزول مرتفع. الستات هتقول طب بس تمام جدا، انا هرمون التستوستيرون عندي صغير جدا فاكيد طبعا مش هيحصل لي مشكله. خليني اقول لك ان دراسه في سنه 2023، دراسه حديثه جدا في مجله BMC Women's Health، تقول الدراسه ان الستات اللي عندهم مشاكل في النوم، عندهم اضطرابات في النوم، بيحصل عندهم او بيزيد عندهم فرص الاصابه باضطرابات الدوره الشهريه بمقدار 46%. يعني كل هرمونات الانوثه عندك بتتضرب وتتشقلب، ولون بشرتك وشكل وشعرك والليله الكبيره دي كلها
بيحصل لها مشاكل بسبب انك ضربت النوم بتاعك. رقم 4، قلنا قبل كده 100 مرة ان العضلات مش مجرد منظر انت بتتفشخر بيه، دي حرفيا سندك في الحياة، دي اهم من المال والبنون، واهم كمان من عباس الضوء اللي موجود في المال والبنون، بس طبعا بشرط انها تكون مبنية بطريقة صحيحة، يعني ما تقعدش حقن بقى والكلام اللي احنا بنشوفه ده، لا اشتغل طبيعي. دراسة في 2018 في مجلة جورنال اوف ساينس اند ميديسين ان سبورت تقول الدراسة ان النوم عدد ساعات غير كافي، يعني تقلل من عدد ساعات نومك، ده على طول بيقلل القوة العضلية بتاعتك والقدرة العضلية بتاعتك بمقدار 20%. انت اصلا هل هيبقى ليك نفس تروح تتمرن وانت مش نايم كويس؟ الدنيا كلها بتبقى قافلة، هتقول لي تمرين ايه؟ مش بس كده، ده حتى الساعة نفسها في اليوم بتفرق. وجدت الدراسات ان العضلات بتاعتك نموها بيزيد اكتر ب50% بعد صلاة الظهر. من صلاة الظهر كده وانت طالع تبتدي تزيد لحد مثلا العصر كده، الفترة دي قوة العضلة بتاعتك بتوصل اخرها في ساعة الظهيرة. شفت نظام دقيق ربنا حطه في جسمك اقوى من كده؟ حتى الساعات نفسها في اليوم لها وظائف في جسمك وبتعمل شغل في جسمك. خامس حاجة، عمرك شفت واحد مبوظ نومه قولونه وهضمه شغال كويس؟ يستحيل. ده انت لو سهرت النهارده بكره الصبح تصحى قولنا مش عارف تروح الحمام تعمل حمام كويس، انتفاخات، غزل، ليله ما يعلم بها الا ربنا. ده احد الدراسات تقول لنا ايه، وصلت لابعد من كده كمان، قالت لك ان النوم بشكل غير منتظم او مشاكل النوم واضطرابات النوم بتقضي على البكتيريا النافعه البروبيوتيك اللي موجوده طبيعيه، او الميكروبيوم الطبيعيه اللي موجوده في القولون بتاعتك، اللي لها وظائف كتير جدا بتتحكم حتى في الحاله النفسيه بتاعتك. مش بس كده، وجدوا ان الناس اللي عندهم اضطرابات ومشاكل في النوم بتزيد عندهم نفاذيه الامعاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي مثلا يعني الامعاء كده بتحجز حاجات ملهاش لازمه تدخل، لان لو دخلت الدم هتعمل مشاكل، لا النفاذيه بتزيد، فتدخل لك بقى اي عك ممكن يدخل بقى المجرى الدم، فتزيد الالتهابات في جسمك ويحصل لك كل امراض الدنيا. رقم 6، دراسه في سنه 2023 كلها دراسات حديثه اهي في مجله سليب، وجدت ان اضطرابات النوم او عدم النوم الكافي بيزود من الاكتئاب بمقدار 30%. ولو انت متخيل ان الاكتئاب كده عباره عن مرض انك تفضل زعلان، ما كانش حد غلب. الاكتئاب حرفيا بيدمر حياتك، يضعف طاقتك، يضعف تركيزك، يخليك مش عارف تتفاعل مع الحياه ولا يخلي فيه طاقه. انا من وجهة نظري بشوف الاكتئاب ده اهم من المخدرات، لان هو اصلا اللي بيوصلك المخدرات، فاهم منها. حتى علاقتك بالناس اللي حواليك، بزوجتك، في البيت، بكل حاجة مرتبطة بالاكتئاب. رقم 7، دراسة في سنة 2023 كلها دراسات حديثة جدا اهي في مجلة سليب هيلث تقول لنا الدراسة دي عملوها على 47,000 واحد، خدوا نتائج 47,000 واحد ودرسوها وحللوها، لقيوا ان الناس اللي عندهم اضطرابات في النوم بتزيد عندهم فرص إصابة أو فرص الوفاة المبكرة بمقدار 29%. هتقول الأعمار بيد الله، هقول لك طبعا الأعمار بيد الله وكل حاجة، مفيش مشكلة إنك يعني الواحد يموت في أي وقت، مفيش مشكلة، المهم يكون مستعد لمقابلة ربنا، ده أهم حاجة. لكن المشكلة الأساسية إن برضه في نفس الدراسة كان ليه تأثير كبير جدا على زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، تصلب الشرايين، حتى السرطان والأمراض المزمنة، كلها مرتبطة بإنك تلخبط نومك، تلخبط سنة ربنا فيه. لذلك ما تستغربش لما واحد يقول لك اصحى صلي الفجر، ابدأ يومك مع الفجر. والله ده انت بص، لو مش هتاخد حتى ثواب الفجر، لو انت حتى بتصليش، يعني في ناس ممكن يكونوا مش مسلمين، مش نفس الدين بتاعنا يعني، اصحى برضو مع الفجر، والله هتفرق كتير جدا في حياتك انك تربطها بالشمس، انك تربط كده الشمس كده بصحيانك وبنومك، هتفرق معاك كتير جدا. طب تمام وزي الفل، الله يبارك لك، انت نورتني جدا. طب انا ازاي اظبط الساعة البيولوجية بتاعتي؟ اظبطها ازاي؟ اديني بس ثانية واحدة كده اشرب شوية مية عشان اعرف اكمل معاك، وهرجع لك بحلقة قوية جدا مليانة مفاجآت عن النوم، مش هتحتاج تسأل بعد كده. ثواني وراجع، اوعوا تروحوا في اي حتة. عشان نظبط الساعة البيولوجية بتاعتنا لازم نسأل سؤال مهم جدا، هو ايه اصلا اللي بيبوظ الساعة البيولوجية بتاعتنا؟ ايه اللي بيضربها؟ ايه الحجارة اللي بتخليها شغالة او لو فصلت تبوظها وتوقعها؟ أول حاجة التعرض للضوء الأزرق أو الأضواء الصناعية وشاشات الموبايل والشاشات اللي حواليك، كل الأضواء دي بتدمر الساعة البيولوجية بتاعتك. تاني حاجة إن تكون حياتك متشقلبة، ما عندكش روتين ثابت في حياتك. ما عنديش مشكلة إنك تشتغل بالليل، يعني هو صح مش أفضل حاجة،
بس ما عنديش مشكله. لكن مشكلتي انك يوم تشتغل بالليل ويوم بالنهار، اسبوع بالليل اسبوع بالنهار، كل ما ساعتك البيولوجيه تبتدي تظبط على وقت تلاقيك انت بوظت ودخلت في وقت تاني. ما تقلقش، هقول لك ازاي نظبط الدنيا دي كلها مع بعض. اول حاجه عشان خاطر نظبط الساعه بتاعتنا، خلينا عارفين ان مش كلنا يا جماعه حساسين للكافيين بنفس الدرجة. مش كلنا لما هنشرب شاي أو قهوة هنحس بيها وناخد مفعولها بنفس الدرجة. لذلك تلاقي واحد يقول لك والله أنا أشرب فنجان قهوة وأنام، واحد تاني لو شارب القهوة بقاله 13-14 ساعة يجي برضو مش عارف ينام. فلذلك مش كلنا حساسين للكافيين بنفس الدرجة، فلذلك ابعد عن القهوة على قد ما تقدر لو انت من الناس دي. لكن لو انت مش حساس ليها، خلي اقرب وقت يعني اخر ميعاد لشرب القهوة قبل النوم ب6 ساعات. طب هي القهوة بتعمل ايه؟ خليني اقول لك على حاجة مهمة جدا. طول ما انت شغال طول اليوم في جسمك مركب او مادة بتزيد اسمها الادينوسين. المادة دي لما بتزيد في جسمك بتروح على المخ تدخل وتمسك في مستقبلات معينة، فلذلك جسمك يبتدي يحس تجيله إشارة إنه خلاص لازم ننام، ده الأدينوسين كتر عندنا وابتدى يبقى مليان في المستقبلات. تيجي القهوة تقول له لا امشي يلا وأنا هقعد مكانك، فتقعد مكانه، فالمخ بدل ما بيستعد إنه ينام لا يفوق. تاني حاجة، يومك بيبدأ من بالليل، لذلك سيستم حياتك كده قبل ما تنام إن أنت هتصحى بدري مهما كانت الظروف. واول ما تصحى ما تقعدش في البيت، انزل اتمشى في الشمس. ليه؟ لان النور او شمس ربنا بتفهم مخك ان خلاص ساعات اليوم بدأت، ساعات النهار والعمل بدأت، فتبتدي تظبط نفسها وتسيستم نفسها ان ميعاد النوم هيكون الساعة كذا. يعني شفت مخك ظبط نفسه بإشارة ضوء الشمس من الصبح، فلما يجي الليل مخك على طول يفهم ان خلاص الشمس بتروح، يبتدي يفهم انه لازم يفرز هرمون الميلاتونين اللي بيظبط لك النوم، اللي بيخليك تنام. ده مش بس كده، ده كل ما انت تعرضت للشمس بدري كل ما جسمك ينام اسهل بالليل. دراسة في مجلة هارفارد وجدت ان الناس اللي بيتعرضوا لضوء الشمس الصبح بدري بمقدار نص ساعة على الأقل في أول ساعتين من الاستيقاظ، يعني أول ما صحي كده يا دوبك على طول الشمس طلعت راح على طول مشي في الشمس وتعرض للشمس، الناس دول بيناموا أسهل ويناموا أسرع ويصحوا فايقين أكتر تاني يوم. ضوء الشمس كمان بيزود لك من إفراز هرمون السيروتونين أو النقل العصبي المهم جدا اللي احنا بنسميه هرمون السعادة. مش بس هيخليك مبسوط وسعيد، لا ده كمان هيعمل فيك حاجة حلوة. لذلك دايما نلاحظ كده ان في الشتاء يجي لنا اكتئاب، يقول لك اكتئاب الشتاء لان الشمس دايما غايبه، مش بنتعرض للشمس فيأثر على افراز السيروتونين. السيروتونين ده هو الماده الخام لهرمون الميلاتونين او هرمون النوم، فلذلك لما يزيد افرازه بالنهار يجي بالليل يتحول لميلاتونين فيخليك تنام. في حكمه من الحاجات الجميله جدا لسه جت في بالي دلوقتي، يقول لك لا يجتمع للانسان راحتين. يعني انت ما ينفعش تستريح مرتين، يا تستريح وانت صغير في شبابك يا تستريح وانت كبير، ما فيش حاجه تانية. يا تستريح الصبح وتنام وتأنتخ، يا اما تستريح بالليل. ما فيش حاجه يعني لازم تتعب بالنهار هتستريح بالليل، غير كده مش هتلاقي. رقم 3، دراسه في جامعه هارفارد وجدت ان الناس اللي بيمارسوا على الاقل 30 دقيقه رياضه يوميا بيدخلوا في النوم اسرع بمقدار 50% من الناس اللي مش بيمارسوا رياضه. كمان بيقل عندهم الارق بمقدار 65%. الرياضة يا جماعة اللي هي مش عنيفة، لأن العنيفة بترفع لك الكورتيزول، الرياضة الهادية بتقلل لك هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر اللي لما هيقل انت هتعرف تنام. لو فضل مرتفع مش هتعرف تنام. في ناس لو مارسوا رياضات عنيفه يعني اثقال بقى ووزن تقيل وبتاع يجي بالليل ما يعرفش ينام، على فكره انا منهم يعني. وزي ما قلنا برضو من شويه ان المجهود طول اليوم بيزود لك الادينوسين اللي بيدخل في مستقبلات المخ فيخليك تنام بالليل. رابع حاجه، طبعا كلنا فاكرين زمان ايام اللمبه الجاز او حتى اللمبه الصفراء كده، تلاقي مثلا اهالينا في الفلاحين كان يجي المغرب، والله يعني هو لو مش محافظ على الصلاه تلاقيه يجي المغرب تلاقيه نام ما حسش بنفسه غير الفجر، لانه من صباحيه ربنا متعرض للشمس وفي نفس الوقت بيبذل مجهود. وبيجي بالليل ما فيش عنده الوان صفراء ولا الوان قصدي زرقاء ولا اضواء ولا موبايلات ولا شاشات ولا الكلام ده، فبالتالي شغال على طبيعه ربنا، بالطبيعه والفطره اللي خلقه بيه ربنا. فلذلك تلاقيه ايه، ساعته مظبوطه، الساعه البيولوجيه بتاعته مظبوطه بالثانيه. لذلك انت وبالليل كده وماسك الموبايل او بتتفرج على الشاشه، الضوء اللي بيدخل لمخك ده وبيدخل لعينك بيفهم دماغك ان لسه والله احنا شغالين، لسه النهار شغال. الباشا عمال يعمل سكرول على الموبايل تقريبا في حاجه واقعه منه، فمعلش يسيبه صاحي بقى خلاص مع نفسه بقى، خليه يكمل.
فكروني يا جماعه اعمل لكم والله حلقه عن تعفن الدماغ، حلقه مهمه جدا عن موضوع الشورتات، الفيديو الشورت ده وسكرول وكل شويه نتفرج بيدمر الدنيا. فكروني في الكومنتات اعمل لكم حلقه عنه. وخليني برضه اتكلم علمي. دراسه من جامعه هارفارد بتقول لك ان التعرض للضوء الازرق اللي هو شاشات الموبايل قبل ما تنام بيأخر إفراز الميلاتونين اللي هو هرمون النوم بمقدار ساعة ونص، بيقلل جودة نومك بمقدار 56%. يعني حتى لو ربنا كرمك ونمت، لا هتصحى برضو مكسر ومدغدغ وتعبان بمقدار 56% زيادة. طب الحل ايه؟ بمنتهى البساطة، قبل ما تنام كده بساعتين حاول تطفي كل الانوار البيضاء. الموبايل يا ريت تبعد عنه خالص، والشاشات يا ريت تبعد عنها خالص. ما قدرتش، في وضع جواه اسمه النايت مود او الوضع الليلي، شغله يعني ممكن يسهل معاك شويه. ممكن تجيب مثلا نظاره اسمها بلوكات بتقطع الضوء الازرق، دي حاجات تساعدك. بس الافضل خالص انك تبعد عن اي شاشات من شاشات الموبايل، شاشات التلفزيون، الكلام ده كله. وخلي فيه لمبة صفرة بس هي اللي منورة في الشقة، لمبة ورم كده هتساعدك تدخل في النوم. اتوضى روح صلي، ده قبل النوم بساعتين. اتوضى روح صلي، اقعد استغفر ربنا. والله انا اليوم اللي بصلي فيه بكروت كده صلاة العشاء والوتر والكلام ده، ما بقعدش اقرا قرآن يعني فيه ولا استغفر ولا الكلام ده، بتبقى ليلة ما يعلم بها الا ربنا. والله بتفرق كتير جدا، لان انت ممكن تنام بس مخك يفضل شغال ما بيفصلش. جرب انك تصلي كويس، انك تقرا قرآن، انك تستغفر قبل ما تنام وتصلي الوتر، هتفرق جدا في جودة نومك. كمان قبل ما تنام مارس تمرين التنفس العميق. خلي برضو السرير بتاعك هو مكان للنوم فقط. في ناس عايشة حياتها على السرير، ده ما ينفعش. مخك بيشتغل بالإشارات، يعني شوف إشارة مثلا خلاص بيظبط نفسه على الإشارة اللي شافها. شاف أوضة النوم فخلاص ده نوم، شاف والله قدام التلفزيون فخلاص هتفرج وهقعد مثلا، فظبط إشارات مخك. وبكده خلصت حلقتي. أتمنى يا رب الحلقة لو كانت عجبتكم ما تنسوش فعلا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس إشعارات الكل عشان توصلك كل إشعارات القناة. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه ان كان في العمر بقيه، والى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وامنه. وبس كده، السلام عليكم.